اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مساء الهنا وراحة البال والسعادة يا رب عليكم جميعا. تعالوا النهاردة نعمل وصفة سهلة جدا، أنا بحب ألجأ ليها دايما لما بكون كده مزنوقة وماليش نفسي أقف في المطبخ كتير وماليش نفسي أكركب مواعين كتير. تعالوا نشوف وصفتنا النهاردة هتعجبكم وهتحطوا لي لايك ان شاء الله. بحبكم في الله. هنعمل النهارده الحواوشي الاسكندراني عذرا بطريقه سهله وبسيطه، ومقادير موجوده في بيتك، مش هنضيف اي حاجه مش موجوده. معايا 3 كوبايات من الدقيق وكيس خميره، معايا نص معلقه من السكر ومعلقه ملح. عايزه تضيفي زبادي ضيفي، عايزه تعجني باللبن اعجني، انما انا بعمل لك عجينه اقتصاديه وسهله وبسيطه ومش مكلفه. تمام كده، تمام ان شاء الله. طيب انتي عندك خميرة سايلة، ما عندكيش الباكت دي، عايزة تعرفي مقدار اللي هتحطيه، هتحطي معلقة صغيرة مليانة. تمام ان شاء الله. ان شاء الله ده لو على 3 كوبايات الدقيق، انما لو هتعملي الكيلو طبعا هتحطي الكيس كله. تمام، اللي هي هتحطي قصدي سوري، هتحطي معلقة كبيرة مليانة على الكيلو كله. تمام كده. هنا عندي مية للعجن وعندي الزيت اللي هلم بيه العجينة. عايزة تحطي الزيت من الأول ينفع، مفيش مشكلة. عايزة تضيفيه في الآخر بعد ما تخلصي عجن العجينة، وده أنا بصراحة الطريقة اللي أنا بفضلها واللي أنا بحب أعملها دايما، برضو مفيش مشكلة. اللي يريحك اعملي العجينة عجينتك وطلعي فيها كل همك ودقتك. بصي بقى، العجينة دي عشان تظبطيها مرة في مرة هتتعودي وهتتأقلمي. مرة في مرة هتعرفي الملمس الحلو للعجينة. مرة في مرة هتعرفي ان العجينة دي كانت المرة دي تخينة مني، المرة الجاية المفروض كنت اخفها شوية بشوية مية. المرة دي خفت مني خالص، المرة الجاية هزودها شوية دقيق. العجين ده بتعرفيه بالوقت وبالممارسة وبالتجربة. ما تخوفيش نفسك وما تحسسيش نفسك ان في حاجة صعبة. مفيش اي حاجة صعبة عليكي، انت تقدري تعملي كل حاجة. تمام كده. عجننا العجينة بتاعتنا ولميناها بالزيت، يعني هتحطي برضو كده بتاع فنجان زيت. تمام. تعالوا نعمل الحشوة. معايا كده ربع كيلو من اللحمة المفرومة، وده يعني معيار كويس قوي على ال3 كوبايات دي، لان انا مش بعمل كتير. وممكن كمان يكون الربع ده يعني ممكن لو عايزه تعمليه نص هتزودي بقى كميه العجينه علشان تعرفي تعملي سندوتشات كتير منه. تمام كده، تمام ان شاء الله. معايا بصله، وما تحاوليش تزودي البصل علشان ما نكترش الميه في اللحمه وتخلي العجينه بتاعتي تتفرفت منك في الفرن وما تبقاش ناجحه. تمام، تمام ان شاء الله. هنحط معاهم 3 فلفلات كده اهو او فلفلتين، عايزه تحطي فلفل الوان حطي، عايزه تحطي فلفل اخضر حطي. ومعايا ربطه كزبره، يعني انا كنت مقطعاها وحطاها على لحمه زي ما انتوا شايفين. هدمج بقى كل المكونات دي مع بعضيها، وكمان هدمج بهاراتي معاها. معايا فلفل اسود وبهارات وملح وكزبره. تمام، كل الحاجات دي هحطها. عايزه تزودي سنه شطه زودي، عايزه تحطي بابريكا حطي. البهارات بتاعتك واللحمه بتاعتك والاكله بتاعتك، وحطي فيها الطعم اللي انتي بتحبيه والتست اللي انتي بتفضليه. عجنت كده المكونات مع بعضيها، طبعا انا مش هخليها تطلع لها عرق، بس مجرد ان انا الم كل المكونات مع بعضيها. نظفت المكان حواليا كده اهو، وهجيب العجينه بتاعتي كانت خمرت، وهبدا افرد واحشي سندوتشات الحواوشي بتاعي. بصوا، من احسن الوصفات صراحة اللي بتكون سهلة يعني، ومش باخد فيها، يعني مش بتكمل معايا نص ساعة والله بكون خلصت. كنت رحت كده بقى لميت الحاجة بتاعتي اللي مكركبة حواليا، ورجعت بقى عشان اقرص العجينة بتاعتي لكم رغيف بقى. هشوف هقسمها على كم رغيف، وجبت الصواني بتاعتي، والصواني بتاعتي بتبقى مدهونة زيت. تمام. عايزة اقولك على حاجة تاني، لو العجينة بتاعتك فيها سنة تلزيق كده زي ما انتوا شايفين معايا، او زي ما انتوا لسه هتشوفوا معايا انا وبقطعها، فيستحسن انك انتي تقطعيها او تفرديها على دقيق. انما لو انتي
الدقيق كتير والمية خفيفة معاكي، يعني قصدي يعني ان العجينة بتاعتك تخينة مش بتلزق كده زي دي زي ما انت شايفة كده، فيستحسن انك انت تقطعيها على زيت مش دقيق. الدقيق هيخليها تنشف معاكي في الفرن، وهتحسي ان اللقمة بتاعتك ناشفة ومش هتستطعميها، وهتحسيها ان هو انا فاشلة، انا ايه اللي انا عملته ده. جربي مرة وافشلي وجربي تاني، ما تستسلميش. وسيبك من كل الناس اللي ما بتحبش حد ناجح دي، ما تسمعيش لأي انتقاد سلبي. انا بنصحك بقلبي بجد، يعني لان الواحد سمع كلام كتير من ناس كتير، انا عن نفسي ما احبش حد انه يتعرض له، فما تديش فرصة لحد انه يسمعك كلام سلبي. آه، الصفرة المحروقة منك دي ما تديهاش اي اهتمام ان انتي تسمعي منها اي كلمة. اتعبي واعملي وجربي وغلطي وبوظي وارجعي جربي تاني. يعني بصي اقولك على حاجة، انت حتى لو انت يعني خايفة حد يشوف الحاجة بتاعتك بايظة، انتي وساكتة كده لفيها وخليها على جنب، فهماني؟ حطيها في اكل فراخ بقى، حطيها في اي حتة. المهم انك انتي ما تستسلميش انك انتي تسمعي الانتقادات السلبية دي من الناس وتخليهم يحبطوكي ويخلوكي انك انتي مش عايزة تعملي اي وصفة جديدة عليكي او اي وصفة مجربتيهاش قبل كده. تمام. تعالوا نشوف بقى، احنا فردنا الرغيف وحطينا جواه الحشو، وهنشيله كده بالراحة وهنحطه في الصينية زي ما احنا شايفين مع بعضينا، وبعديها هنعمل رغيف تاني مع بعضينا. طريقة سهلة وبسيطة ومش محتاجة، والله زي ما قلت لك انا بفرد على دي عشان العجينة بتاعتي بتلزق وطرية. لو عجينتك اتقل من عجينتي شوية ما تفرديش على دي، افردي على زيت. انا بديكي التجربة والخلاصة. انا جربت كذا مرة كانت العجينة خفيفة معايا، عملتها على زيت ما نفعتش، كانت بتتزحلق وما كانتش حلوة، انما لقيت ان الدقيق فيها احسن لي. ومرة عملت على دقيق والعجينة مني كانت نشفت مني بقى في الفرن، وعايزة اقولك ان لونها من بره غير وما كانتش حلوة خالص فهماني؟ فعايزة اقولك انتي كل مرة جربي. وممكن على فكرة وصفة ايديا بتكون متعودة عليها وبكون بعملها على طول، لكن سبحان الله ما بتظبطش معايا، ما بتطلعش زي ما انا متعودة تطلع معايا. فعشان كده بقولك ما تسمعيش كلام حد، انتي جربي واعملي اللي انتي شايفاه صح، واللي باظ منك انسيه وجربي غيره. تمام كده، تمام. ساعات بنفرد العجينة بتاعتنا بسمك، ولا هو رفيع قوي ولا هو تخين قوي، عشان لو تخن يعني هيعمل معاكي لبة كبيرة قوي، ولو رفيع قوي هتبقى القشرة خفيفة ومش هتحسي بطعم العيش الفينو او اللي هو، فهماني؟ يعني انت ان شاء الله فهماني. فخلي السمك بتاع العجينة بتاعتك وسط، ولا هو تخين قوي ولا هو رفيع قوي. واعملي حساب انك انت بتطبقي الطبقتين على بعضيها زي ما احنا شايفين مع بعضينا كده. فعشان كده بقولك ما تدخنيهاش قوي. بتعملي ايه؟ بتجيبي تقسمي العجينة من النص كده هو، والجزء اللي من تحت بتقفليه على اللي فوق، وتضغطي بصوابعك كده بحيث ان العجينة تتقفل معاكي وما تبقاش فيها اي حاجة متفتحة. اتكي على القفلة كويس قوي بحيث ان هي ايه، يعني ما تفتحش منك في الفرن. عايزة تجيبي شوكة وتدي شكل للحواوشي بتاعك عشان خايفاه يتنفخ في الفرن معاكي وان هو يفرقع او ان يبوظ او كده، مفيش مشكلة، مش هتأثر معاكي، اعملي بالشوكة. عايزة تسيبيه، يعني انا ما عملتهوش وما اثرش معايا وما عملش اي حاجة، وهنشوفه لما يطلع هيبقى زي القمر. هنشوفه مع بعضينا، تابعوني، خليكم مكملين معايا الفيديو. طبعا انا مش محتاجة افكركم لو انتوا اول مرة بتشوفوني، ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة، لايك وشير للفيديو. اعملوا اشتراك لقناتي مطبخ كيوي على الفيسبوك وعلى اليوتيوب. تمام. واعملوا لايك للفيديو علشان يوصل لكم مني فيديوهات تانية كتير. طبعا الصينية هنا كانت مدارية الرؤية شوية، ما تقلقوش هنشيلها خالص. هنا ما كنتش عارفة الرغيف بتاعي اللي انا عملته على حجم اي صينية، الصغيرة ولا الكبيرة. فالاول افتكرته صغير فحطيته في الصغيرة، فاللي هو للأسف كان اكبر منها،
فرحت بقى نقلته على طول في الصينية التانية بحيث ان هو يبقى مرتاح وما يبقاش العجين معايا متكلكع. زي ما قلت لكم ان يبقى في عندي لبة كبيرة، وتبقى العجينة تبقى يعني العيش بتاعي مش حلو. هنا خلاص اخدت اخر جزء كده في العجينة بتاعتي، وهبدأ اعمله بشكل مختلف هنشوفه مع بعضينا. ما تروحوش حتة، استنوا الفيديو للآخر هنشوف تفاصيل التسوية. ولما يخرج الحواوشي بتاعي من الفرن هيبقى تحفة ازاي، عظمة جدا. بفرد كده بالنشابة بتاعتي كل الأطراف وكل الحروف، وبعملتها على شكل دايرة. المرة دي شكل الرغيف بتاعي هيكون مختلف، هعمله مدور مش هعمله طويل طول. وبجيب صينية وبدهنها زيت طبعا زي ما احنا عارفين، وهبدأ أنقل الرغيف بتاعي اللي أنا فردته في الصينية علشان يبقى سهل عليا، يعني قبل ما أحشيه وأقفله يبقى سهل عليا ان انا اعرف انقله من غير ما الحشو بتاعي يكب مني او ان هو يتقلب او اي حاجة تحصل فيه. تمام كده، تمام ان شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. متنسوش تكتبولي تعليق حلو منكم وتحطولي لايك للفيديو عشان يوصل لكم فيديوهات كتير. التفاعل بتاعكم هيخلوا الفيديوهات توصل لكم على طول. هبدأ كده اشيل الرغيف بتاعي بالراحة، وهبدأ احطه في الصينية زي ما قلت لكم، وهعدل كده الدنيا، وهبدأ احط الحشو بتاعي عليها عادي جدا. تمام. هفرد كويس قوي بحيث ان يكون الحشو بتاعي متوزع في الرغيف بتاعي كويس قوي، مفيش حتة عالية وحتة واطية، ومفيش حتة فيها حشو وحتة مفيهاش. بتأكد ان كله سوا واحد. كده كنت خلصت خلاص كل كمية العجين بتاعتي. عملت 3 رغيفة طوال وواحد مدور، وهنغمض عيننا كده ونفتحها ونشوف العظمة بعد ما طلعت من الفرن. التسوية بتسوي على نار عالية، تمام، لمدة ربع ساعة، مش بياخد اكتر من كده. تمام. وعلى حسب لو انتي الفرن بتاعك ابطأ من كده شوفي يعني هياخد منك قد ايه. بحط طبعا انا وش جبن من فوق، فبالتالي انا صراحة بشغل من تحت بس، ما بشغلش شواية علشان انا اخد اللون الجميل ده، وبس تكون الجبن سايحة معايا مش اللي هي محروقة. تمام. هنا كده ده شكل الحواوشي بتاعي، حاجة في منتهى الجمال والعظمة، حاجة طرية. طبعا انا لما بطلعه بغطيه شوية بفوطة كده، هو طبعا مش بيكون محتاج، بس السخونة مع الدخان وكده بتديله طراوة احلى بكتير. لو انتي سبتيه في الهوا هينشف منك ومش هتحسي ان هو يعني طري وحلو، هتحسيه بس مش اللي هو يعني، فاهماني؟ شايفين هو سخن مولع، انا مكنتش قادره امسكه. طبعا انا بوريكم السوا بتاعه من تحت ومن فوق عشان الصفرة اللي تيجي تقول انتي بتحرقي